بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجتمع بكم في هذه السهرة المباركة بفضل الله تعالى، ومن خلال حلقة جديدة من حلقات برنامج والصلح خير نجتمع بكم بفضل الله تعالى لإصلاح ذات بيننا مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري الرجل المصلح. إذا نرحب بكم ونرحب بكل من يتابع ويتواصل مع برنامج والصلح خير. ليس العيب في الخلاف أو النزاع، ولكن العيب هو الاستمرار والاستسلام للأخطاء. علينا أن نتحرر من ذلك بالصلح والمصافحة والتسامح. في برنامج والصلح خير نجدد التحية بكم وبكل من يتواصل معنا من خلال هذا المباشر. نحييكم عبر قناة القرآن الكريم الخامسة، ونرحب بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. تحية طيبة للجالية المسلمة في المهجر، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. لكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام الهاتفية التي ستشاهدونها خلال فترة هذا البرنامج. أول ما نستفتح به هذه السهرة هو الترحيب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. مرحبا نجاة. إذا دكتور، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. نتواصل دائما مع المشاهد الكريم كما قلت في قضايا العقار. في الحلقة الماضية دكتور بقيت بعض الاتصالات ووعدنا المشاهد الكريم بالإجابة. إذا نبدأ على بركة الله من خلال اتصال مسعود من فرنسا، الذي قال أنه حاول شراء مسكن، وكان هذا الشراء عبر عدة مراحل لكنها باءت بالفشل، والبداية كانت منذ 2008 في أول سكن له اللي حب يكسبه في البلاد في الجزائر. تفضل دكتور. الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه حكمة أبدأ بها، وهي جزء من بيت شعري لأحد الشعراء الشباب. نعم. وهو أبو القاسم الشابي. نعم. يقول: من يزرع الأشواك أو الشوك يجني الجراح. نعم. اللي يزرع الأشواك يجني الجراح. نعم. في الحقيقة هذه حكمة. كل إنسان يعمل على زرع الأشواك في دنيا الناس، سواء في مجال العقارات كما كنا نتحدث أو في المجالات الأخرى، سيجني الجراح. بل نتمنى نحن الآن من خلال هذا الفضاء المباشر باش نقول لأنفسنا وللناس جميعا لا يجوز لنا إطلاقا أن نعمل على زرع الأشواك. نعم. لماذا؟ لكي لا نجني الجراح، بل نزرع الورود، نزرع الأشجار، نزرع الأمل في قلوب الناس. نعم. فإذا زرعنا هذه الأمور سوف نجري الأفراح ونبتعد عن الجراح. نعم. بارك الله. الأخ مسعود في الحقيقة من فرنسا 4 مرات. نعم. 4 محاولات كلها فاشلة. نعم. وكما وعدناهم طبعا اتصلت بجميع الذين وعدناهم الأخت نجاة بعد نهاية البرنامج. بعد نهاية البرنامج، وتواصلت معهم أيضا خلال الأسبوع. أخ مسعود كما قلت يا أخت نجاة، البداية كانت في 2008. نعم. اشترى مسكنا من شخص بإيجاب وقبول وبثمن متفق عليه سلفا، لكن سبحان الله حينما جاء الأخ مسعود من فرنسا دخل البلاد ليستثمر ويستغل ذلك المسكن، ومن حقه طبعا، ولكن هذا البائع دار له كما يقول الشونتاج، يعني تحايل عليه دكتور. تحايل عليه. نعم. قال له لازم تزيد لي 50 مليون. وطبعا هذا 50 مليون الزائدة تعتبر حراما في حق ذلك البائع. نعم. لماذا؟ لأنه بتمام الاتفاق بين المشتري والبائع بالصيغة التي تعبر عن الرضا بإيجابها وقبولها تم العقد. وهنا مباشرة نستدعي قوله تعالى في أوائل سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. العقد تم،
ويجب الوفاء بهذا الالتزام أو بمقتضيات العقد. إذا نقولوا إن شاء الله يكون تبع فينا هذا البائع، نقولوا ارتكبت حراما، وهذاك المال اللي اديته يعتبر مالا حراما. بأي حق استحللتم أموال الناس؟ وربنا يؤكد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. طيب، ولكن هو قال لك أنا زدت له 50 مليون تحت هذا الضغط. قال لك من بعد هو قال حرمت هذا الدار على روحي. طبعا سي مسعود لا يجوز، لأنه كرهها، هو كرهها، وهذا هو المقصود، لأنه التحريم لا يجوز إلا بمسوغ شرعي. ربي يقول في القرآن الكريم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن كره الدار، قال لك بعتها. نعم. طيب الأمر الثاني قال المحاولة الثانية شرى قطعة أرض في 2009. نعم. قال لك بابي تامبري. بالمناسبة نعم. علاش نؤكد الأخت نجاة على ضرورة مراعاة القانون؟ ما بقاش هذه واحد يشري بالبابي تامبري ولا كذا. اللي يبيع لك أرض لازم يكون عنده عقد. نعم. عقد ملكية واضح، ما عنده لا نزاع ولا شيء. ما هوش ملكية على الشيوع، لأن هناك تجاوزات كما ذكرنا في اللقاء السابق، تجاوزات شرعية وتجاوزات قانونية كثيرة. تخلي ناس مساكن ممكن يقول لك أنا جاتني فرصة لوكازيون بروفيتيها ونشري مسكن ولا نشري قطعة أرض، بعد تظهر مشاكل، إما تظهر مشاكل في حياته أو تظهر مشاكل بعد وفاته يولي يخليها لولاده. نعم. شفتي الأزمة كيف؟ نعم. لذلك واحد كي يشري قطعة أرض ولا أي عقار صافي عنده وثائق نتاعو يكون مهني، يكون مرتاح. لذلك الأخ مسعود الله يذكرك بالخير السي مسعود، وقد تحدثت معه حتى في هذه الأمسية. نعم. قال لك خليتها بور، وبعدين هذاك الإنسان زاد باعها. نعم. هذاك البائع سبحان الله اللي ما يخافش ربي يعني يعجب. خذ الثمن تاعها مرتين. نعم. نعم. زاد باعها، خذها ثمن مرتين. قال لك اتصل بي الفرنسي قال لي ارواح نعطي لك دراهمك. قال له خلاص أنا شريت من عندك انتهى. ولكن واش قال له؟ قالوا باللفظ هذا قال لك راك مليح اللي رجعت لك دراهمك. نعم. يعني كي شغل دار فيه مزية. نقول لي هذا الإنسان اللي باع لك يا سي مسعود، نقول لي اتق الله راك درت حرام، لا يجوز. لا يعني هذا العقد اللي درته الثاني عقد باطل. لماذا عقد باطل؟ لأنه لا محل له، ما عندوش محل. نعم. يعني باع الشيء اللي ما يملكوش. باع الأرض نتاعو معنا مرتين، المرة الأولى عقد صحيح كي باع الأخ مسعود، ولكن المرة الثانية هذا عقد باطل. ولكن الأخ مسعود استرد أمواله. هاي المحاولة الثانية فاشلة. المحاولة الثالثة كي دار ملف لبناء مسكن وكذا، مساعدة الدولة. نعم. 8 مليون كاع عطانا هذه المعلومات. قال لك في الآخر ضاع كلش، راحت الإدارة وراحوا دراهم، وهذاك السيد راح السجن. نعم. سبحان الله. يا أخي مسعود إن شاء الله ربي يعطي لك الأجر يعني إن شاء الله. يا سي مسعود بقدر الصبر يكون الأجر. إن شاء الله. أنت راك مبتلى. نعم. ولكن تصبر. ربي قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بإذن الله. ولكن فيه ملاحظة نعطيه في الأخير. قال لك المحاولة الرابعة هذه مرة مع أخوه. نعم. مع أخوه قال لك في بلجيكا وكذا، اشتريت منه مسكن وأعطيت له 40 مليون عربون. وبعدين خوه قال لك نايفني. نعم. نايفني معناه هذا يغون زيي، معناه لا يكلمني. نعم. زيدي نايفو. نعم. باش يدير حاجز بين. وقال لي العربون راح عليك. نقول لخوك يا أخي كاع كلاوه سبحان الله. نعم. نقول لخوك بأي حق استحللت هذا المال؟ حرام عليك. حرام عليك، لأنه أنت الذي نقضت العقد موش مسعود. أما في الأخير نقول لك يا سي مسعود أخويا، قال في الأخير نتمنى واحد يكون في الغربة يدخل البلاد يلقى عنده سكنة وكذا، إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله تعالى. اصبر واحتسب، عندك أجر كبير، ولا تيأس من روح الله ولا تيأس من روح الله. لازم يكون عندك الأمل، وزيد اجتهد مرة أخرى إن شاء الله، وربي يوفقك يا سي مسعود. وربما في هذه المرة إن شاء الله يكسب سكن أو قطعة أرض. بالنسبة لمسعود فرنسا، نتحول إلى محمد الذي اتصل بنا من ولاية زوزو دكتور، اللي قال أراد شراء قطعة أرض من شخص يملك شهادة حيازة. نعم والله الأخ محمد يعني من تيزي وزو طرح هذا السؤال مهم، وكثير من الناس واقعين في هذا الموضوع. نعم. في ظل القانون القديم خاصة المرسوم تاع 1983. نعم. يعني شهادة الحيازة ممكن يعني تكون سببا لنقل الملكية في هذاك الظرف، في هذاك الظرف. وإن كان فيه تفاصيل بناء على القانون، ولكن الآن لا. نعم. شهادة الحيازة
أول الحيازة إيه هي وضع اليد على عقار معين نعم. حيازة هادئة مستقرة بلا انقطاع هكذا. ولكن السؤال المطروح: هل تفيد شهادة الحيازة حقا شخصيا؟ الجواب لا. شهادة الحيازة لا تفيد حقا شخصيا. بمعنى آخر، لا يمكن أن تكون شهادة الحيازة سببا لنقل الملكية. بمعنى آخر، أنه يمكن إبطال يعني هذا السند، سند الحيازة، شهادة الحيازة، بدعوى الإبطال، يمكن إبطالها. هذا طبقا حتى في القرار من قرارات المحكمة العليا. أذكر واحد القرار كان في 16 سبتمبر 2010، قرار تاع المحكمة العليا اللي هي أعلى هيئة في القضاء الجزائري. هذا 16/9/2010 صدر قرار من المحكمة العليا يثبت ما أقول. يقول معنى هذه الشهادة الحيازة يمكن دحضها، هكذا بالمصطلح، يمكن دحضها عن طريق دعوى الإبطال. إذن نقول في النهاية: لا يمكن لشهادة الحيازة أن تكون أصلا للملكية بالثبوت، ولا يمكن أن تكون سببا لنقل الملكية. النصيحة نعطيها لك الأخ محمد: ما تشريش قطعة أرض اللي صاحبها بين قوسين صاحبها يستظهر لك شهادة الحيازة، لأنها مغامرة. هذا واش نقدر نقول كجواب قانوني وكنصيحة للأخ محمد. نعم. ياسمين من برج بوعريريج، ممكن تسمحي لي مادام طرح بالقبائل نعاودوا بالقبائل باش يفهم. يعني أتأكد يعني معذرة الأخت نجاة. مثلا محمد كي تجاوب كان يعني يدنا كثير صار قبائل تشكينير وقيت ديف كان شهادة الحيازة يجيني ورسالة الحق هذاك يزنز غاس ما يزنزاك يزمر يزنز، ولكن دي لافونتور مغامرة مع انتهى يزمر تفضل خاطر كتفان بالك الورثة الحقيقيين، ادفان المالكين الحقيقيين هذاك سناين تغض صافي دير غاس تغض، ولكن وثه النظارة صافي وين يسعان العقد لاكت يسع عقد الملكيه وين فلاس استهنض ما الى شات الحيازه خاطيهما اكن صحيوض مربي ورتسغاره وين يسعان اكي الزنز اكال شهاده الحيازه. نعم دكتور، واضح. دكتور، بالنسبه لي ياسمين من برج بوعريريج اللي كان عندها سؤالين في الحلقه الماضيه دكتور. ايضا قلت ما ياسمين هي على كل حال زوجها مات الله يرحمه، ثم تصني ومثفكيض أذريم ثني الدهل ترى ثقت يقبل ربي يعني الصدقة وكذا هذا منير تفكيضاس يوضم ربي ونبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إن شاء الله صدقة صحيحة وسيقبل ربي سبحانه عز وجل. معناه الشيء المال بلغ لمديتي هذيك المرأة المحتاجة صدقة صحيحة والأجر يصل حسب النية طبقا للحديث المذكور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السؤال الثاني قالت عندي زوج بنات، واحدة عندها 3 سنوات والأخرى عندها 6 سنوات. قالت لك أنا ما نقدر لا نبيع ولا نشري لا نبيع مادام هناك ورثة آخرين. هنا يا الأخت ياسمينة كيفاش يدوروا في الشرع وكيفاش يدوروا في القانون؟ طيب زوج بناتك صغار، واحدة 3 سنين والأخرى عندها 6 سنوات. هذا المسكن مادام فيه ورثة آخرين هنا كيفاش يندار من الناحية الشرعية والقانونية؟ يكون تقييم كل ما خلفه المورث. يكون تقييم يدير الاستيماسيون لجميع المخلفات، واش خلى مثلا مسكن ولا قطعة أرض ولا واش خلى. وبعدين هذاك كاين فريضة شرعية تطبق الفريضة، وبعدين كل واحد عنده شحال يعني من نصيبه من هذاك الميراث حسب الشرع. ما يمكن تقسيمه يقسم. مثلا قطعة أرض فيها مثلا مش عارف 700 متر تقسم على الورثة على حسب الفريضة. واحد ياخذ 100 متر والآخر 200 متر والآخر 50 متر عادي. هذه قابل للتقسيم. أما كي يكون مثلا مسكن دار وحدة ما كاش كيفاش الورثة كاع يعيشوا كيف يكون زوج بنات هذون ويماهم بالك الإخوان تاع اللي مات ما يقدروش. في مثل هذه الحالة كاين حل شرعي قانوني اسمه التخارج. يتقيم هذاك المنزل وبعدين هنا يكون بالتراضي ولا يكون عن طريق القرعة. بمعنى شكون يدي بعد ما يقيموه مثلا ب 800 مليون هل هذا المسكن يؤول إلى هذه المرأة السائلة أخت ياسمين مع ابنتها أم يؤول إلى الإخوة؟
إذا كان تراضينا الأفضل يقدموه طبعا للأرملة هذه نعم. مع زوج بنات صغار، ماشي هما اللي يخرجوهم لبرا يروحوا يكريوا ولا يشريوا، ليس كذلك. نعم. حتى هذه من حيث الأخلاق يسهلوا لهم العملية ربما، بارك الله فيك، ما يصعبوهاش باش ما يصعبوهاش على اليتيمات، سورتو راهم صغار بنات صغار، ما يصعبوهاش على اليتيمات، وعندهم أجر عند ربي سبحانه عز وجل. ولكن إذا كان كل واحد مسك بحقه، هنا القاضي يديروا القرعة واللي صحته صحته. لذلك نقول لك طبعا يصح له الدار والباقي، ويقدم المال للذين خرجوا عن طريق قواعد التخرج والتصالح. أي اسمنا والتماشامينير ذي الشرعيث نغير القانون تمورث النغ ما إلا الحلم ثاقي مثلا زميلات صغدور زميلات زنزض أسخذ من القيمة يوخى مني من بعد انت وها ربي كمين ياكل سنة السيم ذكم ثاري طفنا خاماقي وياضي الزمرنا ذفغني هذا وين القيمة غير دي صح دوخى مني ما إلا طفنا كل حق نسنا كي نكون نتفغارا ذا قادوا أنا 15 قارث مقرحت ونمد صحيثيت ذاك. نعم دكتور، نمر إلى بالأعلى من سطيف اللي قال باللي هو موظف وتحصل على قرض بفوائد. خذا قرض من سوسيتي جينيرال كما قال لمدة 5 سنوات بفوائد، وبعدين 3 أسئلة. السؤال الأول قال لك أصلا هذا القرض لبناء مسكن هكذا. نعم. قال لك ولكن وجه وتحدث باللغة الفصحى تذكرين؟ نعم. الفصحى جميلة ما شاء الله. نعم. قال لك نصيب أو نسبة من هذا المبلغ وجه لشراء حقل زيتون. قال هل هذا القرض يجوز باعتباره بفوائد؟ نعم. الجواب لا يجوز الاقتراض بفوائد إلا لمن كان في ضرورة أو في حاجة. الدليل الضرورة تبيح المحظورات، القاعدة الفقهية، والقاعدة الثانية الحاجة تنزل منزلة الضرورة. وهذه القواعد مأخوذة من نصوص قرآنية وحديثية في مثل قوله تعالى وما فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما الإنسان ماهوش في الضرورة ماهوش في الحاجة فلا يجوز. السؤال الثاني قال البنك المعتمد من السلطة الجزائرية شكون المسؤولية؟ مسؤولية القرض هذه تقع على المستفيد أم على ولي الأمر؟ وجاب الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نقول لك يا أخي العزيز المسؤولية يتحملها أصلا يتحملها ولي الأمر الذي هو مطالب شرعا أن ينظم أو أن يعني المسؤول عن المؤسسة البنكية. نعم مسؤول. هو أشار إلى ذلك نعم. يعني ما ذكر الآية الكريمة. نعم لذلك المفروض الدولة توفر هذه الأمور كلها للناس، مع توفر البنوك الشرعية. إذا كان بنوك أخرى على الأقل في خيارات في خيارات على الإنسان يكون عنده الشوا باش يروح للبنك الذي لا يتعامل بالربا الممنوع شرعا. لذلك نوجه رسالة إلى ولاة أمورنا لكي يعملوا من أجل تيسير إيجاد البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتعامل بالربا، لأن الربا محرم شرعا، لأن الربا يدمر الاقتصاد، لأن الربا يدمر القيم والأخلاق، لأن الربا يصنع الأزمات. نعم. أما بالنسبة للشخص فإذا كانت في حالة الضرورة الله يبارك فلا إثم عليه، أما إذا لم يكن في حالة الضرورة فهو آثم. السؤال الثالث قال إذا حرم عليه استغلاله كذا هذاك المبلغ فلا يجوز بيعه هذاك المسكن فلا يجوز بيعه وارجاع القرض إلى البنك. طبعا إذا استطعت الآن ماكش في حاجة الأفضل أنك تتخلص منه. قال لك فإذا كان فيه شيء من الربح ننصحك يا أخي أن تتبرع بذلك وتتخلص منه ولك أجر كبير، وربي يعوض لك إن شاء الله لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن شاء الله دكتور. بالنسبة للجميع ولجميع المتصلين بقيت من تلمسان رقية هي أيضا عندها قضية عقار. دكتور ماذا يقول فضيلة الدكتور سعيد بوزلي لرقية اللي اتصل بها بعد نهاية البرنامج؟ دكتور ليس كذلك. السيدة رقية 80 سنة في عمرها. القصة تبدأ من 1960 نعم. في عهد الاحتلال الفرنسي الجزائر. تحصلت هي مع زوجها اللي عنده إعاقة، وهذه إضافات سمعتها عبر الهاتف بعد الحصة، اللي عنده إعاقة بنسبة 100%. يعني زوجها الله يرحمه معوق 100%. طيب وبعدين الساكن تحصلوا عليه هي معاه كتبوا على وليده الكبير. نعم. وليده الكبير وقال له هذه أمانة
خلاله أمانة. الزوجة يعني الوالدة نتاع هذا الابن الأكبر اللي هي السيدة رقية اللي عندها الآن 80 سنة، وكذلك الخوه صغير، وكذلك الخمس بنات. معنى السيدة الرقية هذه السائلة عندها 2 أبناء وعندها 5 بنات، وزوجها المعوق مات الله يرحمه. طيب الآن خلال وصية قالوا هذه أمانة، ولكن للأسف هذا الابن الأكبر لم يحافظ على الأمانة. نعم دكتور، ما حكم الشرع في الآباء والأمهات اللي يخلوا المشروع أو السكن أمانة لوليدهم الكبير والصغير ويخون الأمانة؟ هذا خطأ. نعم خطأ من قبل الوالدين. نعم هي أشارت يعني إلى ذلك. بارك الله. خطأ. نعم. علاش ما يكتبوش على اسم زوجته؟ نعم اللي هي مثل الأولاد، هي على قيد الحياة. نعم. حتى إذا كان ماتت هي يعني الأولاد هي يورثوها. نعم. أما كي يكتبوا على واحد من الأبناء وقد حصلت قضايا كثيرة وعديدة في لذلك الناس ما تتعلمش الدروس. علاه؟ ودائما الندم. هذاك مات الله يرحمه. نعم. وضرك هذا الابن الأكبر خان الأمانة. خان الأمانة. والآن طبعا السكن مكتوب على اسمه. باعوا الوحدة سيدة، والسيدة هذيك طبعا بعثت اللوسي يعني المحضر القضائي ووليدها يعني قبل حين، حتى عاود تكلمت مع وليده الأصغر يعني وليدها الأصغر، وين جاء المحضر القضائي اللوسي باش يخرج هذه العجوزة مسكينة، يخرجها من الدار، وهي قالت وين نروح. لذلك واش نقولوا يا السيدة رقية، إن شاء الله وليدك ربي يهديه إن شاء الله. هذه رقم 1. إن شاء الله. رقم 2 ننصحوك باش انت تبلغي السيدة اللي شرات، بلغيها بطرق معينة باش تعرف هذا الدار ماشي نتاع وليدك الكبير، هاو الدار هذه أمانة نتاعك ونتاع 2 ولادك ونتاع 5 بناتك. أعتقد والله أعلم أن هذيك السيدة اللي شرت هذا الدار من وليدك كي تعرف بلي هذا الدار ماشي نتاع وليدك وحده، المفروض ترجعها. نعم. أليس كذلك؟ نعم. هذا إن شاء الله تخاف ربي وترجع لك هذا الدار. طيب والأكثر من ذلك نصحوك يا سيدة رقية تشوفي في العائلة الله يبارك فيه ناس مؤمنين وكذا، منهم الأخ زبير اللي هضرت معه جزاه الله خير، يعني يقدروا يروحوا لوليد الكبير يذكروه ينبهوه يفيقوه يقولوا له يا فلان اتق الله، كيفاش تتصرف في ملك مشاع. صحيح في الكارت راه مكتوب عليك، ولكن عند ربي ماشي عندك، انت تملك نصيب من يعني نصيب ضمن الفريضة الشرعية اللي فيها ورثة آخرين، فيها الوالدة نتاعك، فيه خوك صغير، وفيه 5 خواتاتك. ربما إن شاء الله ربي يهديه ويعود إلى الحق والصواب ويرجع الأمانة إلى أصحابها وينجو بنفسه إن شاء الله، ويسلك من العذاب نتاع ربي سبحانه يوم القيامة، وكذلك من دعوة الشر في الدنيا هذه، لأنه ما تسمحلوش. أكيد هي راهي مسكينة 80 سنة تقول أنا وين نروح إذا كان هذا الدار. نعم. كبيرة في العمر. هذا واش نقدر نقول، وإن شاء الله ربي يفري على خير. إن شاء الله دكتور بارك الله فيك. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من أجوبة الدكتور سعيد بويزري بالنسبة للقضايا التي طرحتموها من خلال الحلقة الماضية. نعود مرة إلى الدكتور سعيد بويزري في برنامج والصلح خير، ونتواصل معكم من خلال حلقة أخرى حول قضايا العقار في جزئها الثاني. فضيلة الدكتور، نتحدث اليوم عن حماية الملكية العقارية. تفضل في مقدمة ثم نعود لمشاهدة الاستطلاع. نعم، إذن في هذا الجزء الثاني نتحدث عن الحماية، حماية الملكية العقارية. ما دام الموضوع حول العقار، طبعا المقدمة تكون قصيرة إن شاء الله باش نخلي وقت لإخواننا وأخواتنا. وفي العقار أيضا قضايا كثيرة دكتور. نعم. باختصار شديد. نعم. الملكية العقارية قررت القوانين الجزائرية وسائل لحمايتها. نعم. أول القوانين كاين كثيرة، من هذه القوانين كاين القانون العقاري الذي أشرنا إليه، قانون التوجيه العقاري. نعم. قانون في الحلقة الماضية. نعم. اللي صدر في 1990 والمعدل المتم ذكرناه في الحصة السابقة، وقلنا بأن هذا القانون العقاري مهم جدا لأنه هو الإطار المرجعي للسياسة العقارية في الجزائر.
هكذا ذكرنا هذا الأمر بلا ما نعود نفس الكلام اللي ذكرته المرة اللي فات. وكذلك كاين القانون المدني، وكذلك كاين القانون الإداري، وكاين القانون الجزائي. إذن 4 قوانين أساسية تقر فضلا عن المراسم الأخرى التي تحدد لنا وسائل الحماية القانونية للملكية العقارية. السؤال المطروح: ما هي ألوان الحماية القانونية للعقار؟ هناك الحماية المدنية، هناك الحماية الإدارية النوع الثاني، هناك الحماية القضائية، هناك الحماية الجزائية. 4 أنواع من الحمايات. ونبدأ اليوم بالنوع الأول فقط لضيق الوقت، الحماية المدنية. نعم. الحماية المدنية تتحقق عن طريق مجموعة دعاوى. من أهم هذه الدعاوى ما يسمى بدعوى الاستحقاق. دعوى الاستحقاق متى ترفع عند وجود منازع للمالك الأصلي للعقار. يأتي منازع فينازعه في الملكية، يرفع دعوة اسمها من ناحية التقنية من ناحية القانون اسمها دعوى الاستحقاق. وهناك دعوة أخرى اسمها دعوة منع التعرض للملكية. هذه متى ترفع حينما يكون صاحب العقار المالك الحقيقي للعقار حينما يمنع من ممارسة سلطاته الثلاث على عقاره. نعم. الاستغلال والتصرف اسمها السلطات الثلاث. نعم. فإذا كان منع هنا يرفع دعوى منع التعرض. وهناك أيضا دعوى ثالثة: إذا كان أحد الناس من الغير الأجنبي تعرض هو بالذات إلى قطعة أرض يملكها صاحبها فاعتدى عليها وقام مثلا بالتشجير. مثلا يجي القطعة أرض ماشي نتاعو، يروح يغرس فيها أشجار مشروع ولا يدير فيها مشروع فلاحي معين دون إذن صاحبها. هنا أيضا يرفع دعوة أخرى لمنع هذا التعرض. على كل حال هذه أهم الدعاوى المقررة في مجال الحماية الأولى اللي هي الحماية المدنية. هناك أنواع أخرى سنذكرها في الحلقة القادمة: الحماية الإدارية والحماية الجزائية والحماية القضائية. نعم دكتور، بارك الله فيك. إذن يعتبر العقار من الملكيات المهمة التي يملكها الإنسان، وكثيرا ما يجهل المواطن القوانين التي تنظم العقار. ضف إلى ذلك عدد هائل لقضايا النصب والاحتيال في مجال العقار مطروحة على أروقة المحاكم، نزاعات وخلافات دائمة واستعمال للعنف وضياع لحقوق الناس وطمس للشريعة الإسلامية وطمس أيضا لمعالم العدل. في هذا الاستطلاع الذي أجراه الزميل توشي عبد المنعم هناك سؤال طرحناه من خلال هذا الاستطلاع، وهو: لماذا هناك نزاعات على العقار؟ تابعوا معنا ولنا عودة لمواصلة هذا المباشر في برنامج والصلح خير. إذا كان عندك قطعة أرض نتايا وتنازعوا عليها وجاو أخذوا دوا لك متر منها ولا حاجة، تلجأ للعدالة ولا ما تلجأش؟ في إطار العام، في صالح العام نقدر نسمح منها. وإذا ما سمحتش؟ إذا ما سمحتش في الإطار الخاص، في الإطار الخاص نورمالمون نقدر ندي تعويض. وإذا ما أعطاكش تعويض؟ يا أخويا كل شيء بقى لله. ولكن بين قوسين يفضلوا الافراد تسويتها بطرق وديه اكثر من يلجؤوا لباب العداله، لانه معظم القضايا اللي تمر في العقاري في العداله تاخذ وقت طويل واجراءات طويله ومصاريف كبيره، واحيانا يعني صاحب القضيه يستفيد واحيانا وفي معظم الاحيان لا يستفيد. المواطن كي يكون عنده مشكل عقاري ما، هل يلجأ لمحامي مختص في العقار او مختص؟ المحامين دوكا عندهم اختصاص عام. انت واش تفضلي؟ هي بين قوسين لحد الساعه في الجزائر ما عندناش المحامي المتخصص، ايضا ما عندناش القاضي المتخصص.
في الغالب يروحوا المحامين عامين ماهوش متخصصين بالضبط في مجال العقاري، ولكن نفضل مستقبلا العقار مجال صعيب ومعقد وطويل، نفضل أن يكون فيه محامين متخصصين في المجال. مدة تسوية المشاكل العقارية في المحاكم الجزائرية بحسب كل قضية وكيفاش. إذا كان في شأن مثلا قضية حيازة ممكن أقل، ولكن إذا كان إثبات ملكية تأخذ طول إجراءات، فمن قضية الأخرى يختلف الأسباب راجعة؟ الأسباب ماهوش أكيد في النص القانوني. النص القانوني بارئ من كل الأمر. الإشكالية ممكن في الممارسة أو في كثرة الدعاوي القضائية في هذا المجال، هي ممكن اللي تخلي طول الإجراءات. النص القانوني ماهوش. أنت كمختصة في القانون، نصيحة للمواطن أو نصيحة لحامي القانون؟ لحامي القانون. نعم. يعني للقاضي أو المحامي أو والله نفضل أنا نصيحة أول شيء للمواطن أنه هذه المواضيع يسويها عن طريق القضاء أحسن، لأنه وجد القضاء من باب أنه يحقق العدالة ويوصل الحقوق لأصحابها. ونصيحة للقاضي أنه القاضي لما تعرض عليه مثل هذه المواضيع يأخذها بعين الاعتبار ويعطيها مجال أكبر في التحقيق ويسرع في الإجراءات. عندك مشكل عقاري؟ عندي مشكل عقاري. معليش تشرحه لي وتحكي لي القصة نتاعك. القصة تاعي هي خاوتي بابا مات وخاوتي شراو التراب وما داروناش في الفريضة. خاوتك اللي شراو التراب ماشي الوالد؟ لا استاجر خاوتي داروا الفريضة وما داروناش حنا، خاطر من اليمات وحدنا. بابا وحده ويمانا وحدها. ما داروناش في الفريضة. ما داركوش في الفريضة. وداو الدراهم وكلاوهم وكملوا. شحال عندها المدة هذه؟ عندها 3 سنين. 3 سنين. لجأتي للعدالة؟ مازال. دوكا رانا رايح خويا راح يستكلف بالعدالة باش يروح يشكي. ما عندناش عدالة بكل صراحة. الناس أنا عندي خويا مزور وثيقة وشكى، رحنا للعقار في المحكمة العليا، رجعت المجلس، رجعت كل شيء، ما عطات له حتى حق. كنت مسؤول إطار سامي في الدولة، رئيس مدير عام، خادم برخصة البناء، خادم كل شيء، بكل الوثائق موجودة. كل وثائق إدارية عندي. هو عنده كاغط عرفي مزوره، من بعد كي ما دارش في العقار ولا عاد لي التهمة باللي التزوير، وراني مدان في 3 سنين ونص حبس، وراني في المحكمة العليا. في المحكمة العليا. شحال مدة النزاع هذا؟ مدة النزاع في بعد 10 سنين. في 10 سنوات. نعم. وسبب النزاع قطعة أرض أو بناية أو قطعة أرض. هو مساحتها تعرف المساحة نتاعها؟ 2000 وواش. هو عنده دار المساحة تاعو، أنا ديت المساحة تاعي، قسمنا يعني بالتراضي بالأخوة بكل كما تقاليدنا. والمحكمة دارت الخبير؟ المحكمة عينت خبراء كل شيء، ديت كل شيء ما نصلح له والو، كل شيء لصالحي. كيما الجا باللي زور وثائق وانا راني مدان بهم. والحل انت شوف الحل الانسب وين؟ الحل الانسب هي تكون عداله مستقله، وتكون كما كانت عندنا بكري، كانوا الناس كبار هما اللي يعرفوا الطراب كامل ويعرفوا يعني الحوار. المسجد كان يلعب دور تاعو. المسجد اليوم للاسف المسجد عاد ما كانت هناك طرق اصلاح بينك وبين الاخ تاعك؟ رفض كل وسائل الاصلاح. انا طالب فاتح باب الصلح فاتحه. والمحامي كان المحامي تاعك كان مختص في العقار؟ شويه ما كانش اختصاصات محامين، ما عندناش محامين مختصين بكل صراحه، ما عندناش محامين. نتمنوا لك ان شاء الله حل انسب وعداله ان شاء الله تكون معاك ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا العداله تكون لمصالح المجتمع وكل عداله مستقله. شكرا جزيلا. ما يعرفوش بينهم وبين ربي، وزعما يروحوا للحد ويامنوا بربي ويامنوا بكلش ويديروا حاجه كيما هذه. كي تولي في الدار ما يعرفوش ربي. ونهايتنا للقبر. ونهايه القبر ما ندو والو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر، هكذا شبر تسرق لجارك ولا، من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامه في 7 أراضي. لا اله الا الله. الانسان كي يستحضر هذا الوعيد نورمالمون يخاف يدنا الشيء تاع الناس. وحنا للاسف الناس ولات تخاف العداله ولي جوج وكذا اكثر من ربي سبحانه. هو يعرض الانسان الاولى يعرض الامر على الكتاب والسنه، يشوف الى راح يظلم اللي راح له حق يجيبوه بطريقه شرعيه، يذكر هذاك اللي ظلموا بالله سبحانه وتعالى بالحديث اللي جبته لك. نعم. إلى ما خافش ربي يلجأ للحاكم.
كاين الحديث ما نستحضروش المعنى تاعو. ربي سبحانه يحقق امور فوق الارض بالسلطان اللي ما يحققهمش بالوحي. لا اله الا الله. شايف تسمى هنا في هذه الحاله الى الانسان ما خافش ربي ذكرته بالايات والاحاديث يلجا للسلطان، راح للحاكم. انت تفضل تلجا المحامي العام ولا تلجا للمحامي تاع المختص في العقار؟ يعني باش هي باش تسهل يعني القضيه تاعك وتسهل الاجراءات، من الاحسن تروح محامي مختص. في الجزائر ما كاش محامين مختصين في هذا المجال، يعني نروحوا نلقاو يعني محامي عام، ونهار نلحقوا النزاع كيما هذا ما تلقاش محامي عنده الخبره الكافيه يعني باش يسهل العمليه تاع عمليه التقاضي هذه. إذن والناس إن لم يجمعهم الحق فرقهم الباطل، من خلال هذا الانطباع الذي كنا نشاهد فيه مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري حول العقار. الجهل بشريعة الله عز وجل تجعل الشخص ربما يتعدى على عقار الغير، أليس كذلك دكتور؟ وأيضا الجهل بالمنظومة القانونية يجعل الفرد أيضا يتعدى على عقار الغير. تفضل دكتور. لك الفضل. يعني تعليق خفيف الحقيقة الاستطلاع يبين في الحقيقة نبض الشارع، كيف يفكر هذا الشارع، كيف يفكر الناس. كيف شفت التفكير تاعو؟ سبحان الله. شوف الأخ الأول الذي تحدث نعم. قال إذا كان المصلحة العامة نسمح. نعم. وهذه نقطة إيجابية. نعم. نوجه من خلالها رسالة لبعض الناس وقت ما جات كيفوتوا مثلا الغاز ولا يفوتوا الماء ولا يعني قنوات صرف المياه ولا كذا، كاين اللي ولا شق طريق، كاين اللي يعترض. نعم. يقول لك ما تفوتش من أرضي. نعم. وهذه كارثة. نعم. نتعرضوا لها إن شاء الله في حلقة من حلقاتنا في موضوع العقار. إن شاء الله. ولكن احنا ماذا بك عندنا عقلية هذه نتاع نخدموا لوجه الله، نخدموا أيضا لمصلحة الوطن. نعم. يقول لك ما دام المصلحة العامة أنا أتنازل، اسمح. يعني حتى كي يكون تعويض الله بتعويض عادل، هذا أمر أيضا مشروع وقانوني. إذن هذه نقطة إيجابية موجودة في عند الناس والحمد لله. النقطة الثانية أنه يتحدث عن دور المسجد الذي يجب أن يعود. نعم. المسجد لا بد كما كان في الماضي دكتور. نعم. كما كان في الماضي. المسجد له رسالة تعبدية، رسالة إيمانية، رسالة تربوية، رسالة اجتماعية، رسالة إصلاحية. رسالة تعليمية. ما يبقاش غير صلي وارفع صباطك. لابد أن يؤدي دوره. بارك الله فيك. أيضا نقطة أخرى، الوعيد النبوي اللي ذكره الأخ الفاضل، وكذلك ما قاله في الأخير هذاك في الحقيقة يعني كلام لعثمان بن عفان حينما قال رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هناك مكالمة دكتور، معذرة. نأخذ أول مكالمة على بركة الله. عمار من سوق هراس. السلام عليكم عمار. السلام عليكم وشرك الله في نجاة. مرحبا بك يا عمار، هذه غيبة. الله يبارك فيكم، والله غير توحشناكم. يتوحشك الخير. رانا التلاميذ تاع الدكتور سعيد بويزري، والله غير بارك الله فيك. لا يتوحشناك يا سي عمار. نعم. الله يبارك فيك سي سعيد، والله غير كنا في جمعية خيرية واتصل بيا واحد الأخ من بويرة في جمعية يسموها إسعاد، وتلاقينا في مدروش وطرنا في بعض الولايات. على هذه راني ما اتصلتش بيك ومعذرة ورحمة. مرحبا بك معنا. وسلم على أصدقاء البرنامج. نعم. وسمحونا على الاتصال هذا. وإنما فضيلة الدكتور والله دخلت صدفة هزيت لهات قلت بسم الله أكبر. نعم. أنا يعني حظ، وإنما عندي واحد إشكال يا فضيلة الدكتور. إشكال؟ نعم. قضية العقار، وسمحوا لي أن أطلب. أنا عندي صديقي طبيب والأخت نجاة تعرفوا شد المعرفة. نعم. في العيادة نتاعو. نعم. هو في 89 شراء العيادة نتاعو وشراء طابق أول. شراها على يد النوتير بعقود موثقة ومسجلة في المحافظة العقارية، واشتراها من أملاك الدولة، وعنده الدفتر العقاري، وبالجانب نتاعو صيدلية تابعة للدولة، وحدة صيدلية تابعة لولاة الدولة. وصاحبي هذا كي شرا الصيدلية وشرا الطابق الأول زايد سطح اللي فوق الصيدلية، هذا راه شراه من عند أملاك الدولة في 89. وإذ به خرجوا واحد القانون دارنييرمون تاع التقييم،
النهار جاو يكيلوا في الصيدليه، راح لهم هذا صديق عطاو لهم عطاو الكواط نتاعو. نعم. من عند النوتير دفتر عقاري مسجله في المحافظه العقاريه، وقال لهم راني شريت من عند املاك الدوله. نعم. السكن نتاعي والعياده والسطح اللي فوق الصيدليه. نعم. واذ به املاك الدوله رغم التقديم الوثائق نتاعو تاع الطبيب ليه، راح مفتشين املاك الدوله عاودت باعت واش في العقد مكتوب بيع قطعه ارضيه مشيده عليها صيدليه، وخلاوها صيدليه. وصديقي هذا زاد ضل فوق الصيدليه بروميير ايطاج، وان شاء الله راح يزيد ضل دوزيام ايطاج. هل هنا فيه خرق القانون؟ املاك الدوله باعته في 89. نعم. وجات املاك الدوله في 2007 باعت الصيدليه لاملاك الدوله بدون ذكر السطح. أنا وش ترتب من الناحية القانونية، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، نشكرك على اتصالك عمار من سقراس، وسيرى فضيلة الدكتور من خلال هذا المباشر في قضية العقار لهذا السيد. تتصل بنا ياسمينة برج بعريرج. السلام عليكم أختي ياسمينة. الو السلام عليكم. مرحبا بك يا اختي الكريمه، وش راكي مليحه؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. مشكورين جد عن بالك، يعني صراحه بارك الله فيكم وفيك بركه اختي الكريمه ولكل مشاهدينا، خاصه الجنود الخاصه اللي راهم يعني زدتوا فينا يعني نص، يعني الله يبارك ربي يخليكم. مشكورين على نشكرك جزيل الشكر. نحن ايضا ابو يزري ربي يخليه ان شاء الله. ان شاء الله. والله معليش اقدر نوغ سقسينا من الشيخ. نعم تفضلي ياسمينة. كي بنا يعني سياسنا تقشيشي نينيت كي مسؤوله في لاسنت يعني تسعتين مرات كيما نقولوا حنايا، يعني كيما نقولوا حنايا غالم في اللي كانوا زين قد البوك بالسكر، يعني قد القهوه يعني مصروف ماشي بزاف. تشوفوا في لاسنت تسعتين مرات وتشوفوا في لاسنت يعني ما هلك انت واخا تضغط يعني لانت الحوايج كوز مرغله لا غالب يعني في اللي يعني ما بالحرام ما قصر بسنت انا قصر غاله يا اخي عقلك فهمتي يا اخي الشيخ ربي. نعم. فاهمك. وبارك الله فيكم وليلة سعيدة. بارك الله فيكم. وفيك بركة. مرة الألف أختي العزيزة. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. نشكرك على اتصالك ياسمينة من برج بعريج، ونرحب بكل من يحاول الاتصال بنا لطرح انشغالات حول قضايا العقار في هذا المباشر. دكتور، توقفت عند فكرة مهمة وقطعتك ببداية استقبال المكالمات. نعم. تفضل. بارك الله فيك. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. نعم. ولكن في الحقيقة القرآن الكريم حينما نقرأه والسنة النبي صلى الله عليه وسلم تخيل الواحد يعني يفكر إلى الآخرة. نعم. ما يبقاش غير في الدنيا، لأنه الدنيا ممكن تغري الإنسان. متاع وغرور. نعم. هي متاع الغرور. نعم. هذه الدنيا يعني لا تساوي جناح بعوضة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لذلك لازم الإنسان يستحضر باستمرار ما ذكرنا في آخر لقائنا السابق. ذكرنا قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. لازم كل إنسان يتفكر بأن هذه العقارات وهذه الخيرات كل شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أيضا نقطة مهمة، مدة النزاع كما الأخ اللي قال 10 سنوات. نعم. باش نبهوا السادة المشاهدين إلى أنه فعلا هذه القضايا معقدة. إذا كان أي واحد ما بغاش تفرى يجيب مع الخصم نتاعو سنوات طويلة في أروقة المحاكم. نعم. الاستئناف نعم. وحتى الخبرة دي والخبرة المضادة اكسبيرتيز كونتر اكسبيرتيز. دكتور أيضا وأنت أدرى بهذه الأمور يبدلوا المحامين من محامي لهذا حط الملف عند الآخر وهكذا. نعم. وما يشاع الآن يقول لك هذا المحامي ماهوش مختص في العقار. لأنه فعلا ما قاله الإخوة المستطلعين يعني حينما سئلوا فعلا كاين محامين الذي يعني لا يستوعبون جيدا هذا الأمر. هناك من يستوعب حقيقة عن طريق الممارسة المستمرة وهكذا، ولكن الإجراءات تطول. ثم أن الخصم في المجال العقاري إذا كان بغى يكسر الشرع في كل مرة ويطلب الخبرة المضادة وهكذا تطول الإجراءات. ممكن الإنسان يفوت 20 سنة 25 سنة، وهناك من يعني استغرق أكثر من هذه المدة. للأسف في الأخير هذيك الأرض اللي بغى يجيبها ما استفاد منها، ما ربح دراهمه، ما ربح هنا، لا راحة ولا شيء. لذلك ندعو هؤلاء باستمرار نقول لهم: يا ناس
عودوا إلى شرع الله عز وجل وعودوا إلى منظومتنا القانونية. نعم. جيبوا ناس خبراء في القانون يجلسوا معاكم يعاونوكم وتفريوها الاميابل. نعم. بالخير. نعم. وذي ملون وذشبحن وذماون وذقري ثلويث وكن يفكر ربي السر اللي سر كل شيء ولا شو قولوا نسايث فراث. نعم. هذا مثل بالقبالية يقول كل هور استفراثيس. معنى لكل مشكلة حل. نعم. بشرط أن تصدق النيات والإنسان يكون عنده قناعة، ما يلزمش يكون عنده الطمع. خطر الطمع هذا الأخت نجاة يهب المولاه. نعم. يخليه نعم. يعني يطمع في أموال الناس. والشيخ محمد الحسين الله يرحمه يقرأ ذقوالنا يكتسنا نبدنا في ثمورث وريزراح دويت سيلان إن كنيث تراجل الموت القرار النغض يزشوان. القرار نغض يزشوان يعني أوها ربي أي مذانا إلى قد دقس إلى قد نغال سافريث صواب سافريث طاعن سيدي ربي بلد ما يتشاروا لي صد ربي ولي سعوا القنيعة والقنيعة تيمر كانتيث إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. نعم. بارك الله فيك دكتور. وعندما نعود إلى الشريعة الإسلامية نجد كل الحلول. بحول الله تعالى نستقبل أيضا مكالمة أخرى من العاصمة. السيدة نادية معنا على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أختي الكريمة في برنامج والصلح خير. يسلمك أختي تعيشي طول عمرك. يسلمك. بديك نضربت مع الشيخ بويزر يعني. تفضلي نادية. انا كنت عيطت ديجا بالبيغو تاعو اليوم كنت باش نستفسر عليه واحد السؤال كنت فرحت شحال من خطره من جونفي وانا نسمع باش يجاوبني الشيخ يعني نحب الان مازال ما جاوبنيش يعني الموضوع اللي كنت تهضروا عليه خارج عن السؤال ديالي. طيب معليش اذا كان من جونفي وانت تنتظري طرحي السؤال حتى وان كان خارج قضايا العقار تفكري. قلت لك إذا كان سؤال تاعك خارج هذه الحصة ماشي في قضية العقار تفضلي. مرحبا بك سيدتي الكريمة. أنا نطرح على المباشر ما نعم. لا تفضلي مرحبا بك. يبدو لا السؤال ديالي شويه حرج. قلت لك انا كنت شويه حرج اذا جاوبني عليه وماذا بيا خليت النيميرو ديالي في البيرو تاعو اليوم الصباح كيعيط ماذا بيا عاود يعيط لي الشيخ. طيب احسن لك انك زيدي تخليه اليوم للتقنيين بالتأكيد. مباشره بعد نهايه البرنامج راح ياخذ الاتصال تاعك. وإن ما جاوبكش الدكتور فانه سؤال يعني حرج. نعم نعم ان شاء الله. من اسبانيا محمد. السلام عليكم اخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش راكم يا اللي راكم في ديار الغربة؟ الله يبارك فيكم بارك الله فيكم. الله يجزيكم. نحن إن شاء الله عز وجل كلنا قلوب واحدة وأمة واحدة بإذن الله. وأسلم على الشيخ وأشكركم على هذه البرامج. أريد أختي العزيزة أن أقول هناك مثل صيني يقول أصحاب العقول الصغيرة يناقشون في الأشخاص وأصحاب العقول المتوسطة يناقشون في الأشياء وأصحاب العقول الكبيرة يناقشون في المبادئ. فأنا أظن ربما محمد تقدر تعود بالعقل برك. أصحاب العقول الصغيرة يناقشون في الأشخاص. نعم وأصحاب العقول المتوسطة يناقشون في الأشياء. نعم. وأصحاب العقول الكبيرة يناقشون في المبادئ. بارك الله فيك. الله يبارك فيك أختي بارك الله فيك. أنا أظن سبحان الله العظيم هناك حديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يعني يشخص لنا الداء الذي تعيشه أمة الإسلام. نعم. لما قال للمهاجرين 5 أعوذ بها أن تدركوهن معشر المهاجرين فقال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا وجعل بأسهم بينهم شديد. فالبأس الذي نلاحظه في أمة الإسلام الآن سواء هنا في أوروبا أو في البلاد التي شعبها مسلمون يعني في المساجد هنا أو في كل شيء هذا هو الداء الكبير. نعم وبلاء أيضا. الكبيرة. نعم. أنا كنت اتصلت بكم قبل. أنا مغربي راني فهمت يعني مجروح جدا بالذي يقع ما بين المغرب والجزائر الآن. نعم. نحن مثلا وأنا لا يقع شيء إن شاء الله يا محمد والاتصال تاعك هذا ربما. نعم. إن شاء الله. أنا أظن الذي أن يعني إذا أرادت هذه الدول أن تتصالح أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا الآن يقع الآن الخلاف؟ كثير يقول لماذا الخلاف؟ نعم. الخلاف هو أن النظام المغربي
له يعني نعم. له منهج يسير عليه. يعني له الرأسمالية والنظام الجزائري يعني له وإن له الاشتراكية. نعم. فلن يلتقوا أبدا، ولكن إذا التقوا على شيء واحد يا محمد بإذن الله الكتاب والسنة على فهم سلف الصالح إن شاء الله سيلتقون. وأنا أقول لك بكل صراحة نعم أحب الشعب الجزائري والله أحبه لأنني ونحن أيضا نقول لك يا محمد من إسبانيا، نقول لك باللي كل الجزائريين والمغاربة والليبيين والتونسيين يعيشون تحت راية المغرب العربي الكبير، المغرب الإسلامي إن شاء الله، والإسلامي إن شاء الله. لما قلنا المغرب العربي فيها أمازيغ سوف يقولون لقد مرحبا بالامازيغ يا اخي، في كل بلاصه كاين امازيغ، مرحبا بالامازيغ والمسلمين والمغاربه والتونسيين معنا في برنامج الصلح وخير، والليبيين، وكل واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يا محمد بارك الله فيك. المغرب الاسلامي بارك الله فيك اختي، واشكرك جزيل الشكر. نعم انا تاني ارحب بك دائما يا محمد من اسبانيا، ويسرنا انه محمد المغربي يتبع قناه القران الكريم. بارك الله فيك يا محمد، وسيجيبك فضيله الدكتور سعيد بويزري على هذا المساءله، يعني وهو يفكر تفكير يعني يفكر في الامه الاسلاميه. محمد من المغرب. ناخذ اتصال من الشلف. ابو علاء، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك ابو علاء، خليناك تسنى شويه، معليش هذو اللي في ديار الغربه ناخذوا شويه معهم وقت طويل. مرحبا بك ابو علاء. اولا اوجه جزيل الشكر للقائمين على هذا البرنامج. نعم. الذي سمع به القاسي والداني. نعم. في الحقيقه الامر عندي انشغال. نعم. وقد احاول ان اكون مختصرا. نعم تفضل. يعني احنا الوالد تاعنا توفى رحمه الله في 2009. وترك منقولات وعقارات واراضي فلاحيه. نعم. وترك الام والاخوه 7 ذكور و3 بنات. يعني عقدنا عده جلسات وكلها باءت بالفشل. نعم. يعني الاخوه هذو كانوا يحوسوا قسمه كما يحبون ويشتهون. أبو علاء الأخوة هذوما كامل من أب وأم واحدة. نعم من صلب ورحم واحد يعني. نعم. استولوا هذه التركة، واقتسم الإخوة الخمسة التركة بينهم، ونحن يعني أنا وثلاث بنات وكاين الأم وطفل خويا صغير. اعترضت يعني ولجأت للقضاء العقاري. نعم. يعني بعد القضاء كرهت القضاء، قامت القيامة وصرت العدو اللدود تاعهم. يعني هما راهم يصلوا سكنات أراضي فلاحية، يماطلون أيضا في تقسيم التركة. ازداد الخصام وعماهم الطمع والحقد والعداء، قطعوا صلة الرحم بينه وبين الأم، بين الأخوات أيضا. فسدت العلاقة فيما بيناتهم. نعم. خلاص يعني ما بقى والو للأسف الشديد. نعم. صدر هما ولاو يضغطوا عليا بالأم بكل الطرق، بالزور والكذب. يعني حتى لجأت للأعداء في القضاء، درت لهم صدر بينال كيفاش يقولوا جزائي. نعم جزائي. حكمت عليهم. وكي رجعوا قالوا لي خلاص ندخلوا في الصف بعد الحكم. نعم. ما كان حتى اشكال وكل شيء. شغل امنتهم، قلت والصلح خير، يعني قلت في نفسي والصلح خير وعفيت. نعم. وبالتالي سامحت وبرئ، وعادوا من جديد الى عهدهم السابق بالكذب والتزوير، وكان هناك العهد والوعد. فمنهم من قام بالهبه لبعض الورثه الشرعيين، حيث ان الهبه لبست ثوب التزوير بالظلم. ومنهم من ضد الله ورسوله وقالوا إن لا نأكل الحرام. يعني ما كاش اللي راه قابل صدير، ما كاش اللي راه قابل، هما راهم ياكلوا والاخرين راهم يشوفوا قاعدين مساكن. وعدم الرضا بما شرع الله سبحانه وتعالى. يعني الحكم، اردت نسال الشيخ هنا، الحكم من تعمد وكتم شهاده الحق وفند باكل ميراث الاخرين قبل القسمه ودون وجه الحق، وهل يحق لي أن أقاضيهم لإحقاق الحق دفاعا على البنات لأنه هذا حق أقره الله سبحانه وتعالى وأخذه الإخوة، وإن شئت ابتلعه الإخوة، لأننا كلما تنازلنا عن الحق ازداد الباطل. ما حكم حيلة الهبة قبل القسمة
ونحن للعلم أن للأم الثمن بعد أن هبت نصيبها، هل يبقى لها الثمن؟ هل هذا طعن في حكم الله سبحانه وتعالى أم لا؟ نعم. يعني ولا حكم ولا مبدل لحكمه كما تعلمين. هل طول الطريق والزمن يمنع من وصول الحق لأصحابه؟ ما رأي الدين في إخوة من تسبب في قطع هذه الصلة بين الفرع والأصل أو العكس؟ يعني والنصيحة أرجو من الشيخ النصيحة يقدمها للأم إن شاء الله. ستكون نصيحة يا أبو علاء من شلف بالنسبة لهذه القضية، وإن شاء الله ربي معك ويكون الصلح إن شاء الله. للعلم فقط راهم قاطعين النقاع، يعني تقريبا رانا 6 سنوات يعني في القضاء وما كانش نعم قاطعينك كامل. إن شاء الله هذه القطيعة إن شاء الله تعود المياه إلى مجاريها يا أبو العلاء من شلف. شفت يا دكتور؟ سبحان الله سبحان الله، شيء عجيب يعني. نعم عجيب. نعم. نعود إلى الاتصالات دكتور، ربما حتى يعني نقدر حتى ونخص وقت شوية للرد، أليس كذلك؟ نعم. في انتظار إذا كان اتصال آخر ناخذه دكتور عمار من سوق هراس اللي يتحدث على دكتور زميله، وأنا شفته لما رحت لسوق هراس. نعم عنده عيادة واشتراها وراهو يستقبل في المرضى، وذكر بأنه اشتراها من أملاك الدولة. نعم. وعنده دفتر عقاري. دكتور تفضل. وطبعا هذا الشراء تم بإجراءات يعني بمراحل وطبقا لإجراءات قانونية كما تبعنا. نعم. الأخ عمار جزاه الله خير الذي نحييه بهذه المناسبة. نعم. على هذا العرض الطيب، ولكن مدام الأخ عمار الله يبارك يعني ممكن التواصل معه بسهولة. نعم. نطلبوا بعض الوثائق اللي عليها. نعم. بالنسبة لهذه العيادة. لماذا؟ لأنه فيها مسألة مهمة جدا. حينما أشار إلى 2007 في تعديلات في هذه المرحلة. نعم. القانون العقاري أو الترسانة القانونية المنظمة للقضايا العقارية يعني كبيرة، يعني الترسانة قانونية كبيرة فيها تعديلات، فيها يعني كثيرة جدا. نعم. لازم واحد باش يستوعب ويكون عادل ومحق فيما يقول يجب أن يستوعب التعديلات القانونية حسب ورودها، يكون أجو مع باش يكون أجو لازم يواكب هذه التعديلات. لذلك يا أخي عمار أعيدك أن يتواصل معك، نحتاج الإجابة عن بعض الأسئلة ثم أجيبك في الحلقة القادمة بالتفصيل، وتعطي فرصة لصديقك صاحب العيادة باش يتبع الحصة إن شاء الله ويسمع الجواب مفصلا. خاصة كما قلت بعد 2007 مثلا في موضوع شهادة الحيازة مثلا قبل 2007 عندها وضع معين، وبعد 2007 عندها وضع معين. في ظل القانون تاع 83 عندها وضع، في ظل قانون 2007 عندها وضع آخر. لذلك نعطيه الإجابة المفصلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم. بالنسبة لي ياسمينة من برج بوعريريج. والله أختي ياسمينة يعني سبحان الله. يعني يا سعد اللي يربي يعني هذا اليتيمات، يعني تربي زوج بنات، واحدة 3 سنوات والأخرى 6 سنوات، وهي قالت أنا مسؤولة عليهم. يعني هذه الكلمة في الحقيقة مظهر قوة أيضا، مظهر صحة في الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى. واحد كي يتحمل المسؤولية نتاعو. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي رواية وكل راع مسؤول عن رعيته. لو كان كل واحد يتحمل مسؤوليته إن شاء الله تستقيم الأمور. أما بالنسبة للموضوع الإنفاق على البنتين، طبعا الإنفاق يكون بلا تبذير ولا تقتير، وهذا هو الشرع الحكيم. هذا هو الشرع الحكيم. بمعنى تقتير دكتور؟ بلا تقتير يعني ما يشح بلا بخل ولا تبذير. لذلك التبذير يرمز له هكذا، يقول لك فلان يدهك، يعني يطلقها بلا حدود. هذه مرفوضة، تعتبر طرف نقيض. وهكذا أيضا هذا رمز مزيرة البخل والشح. هذا أيضا لا يليق. والاعتدال هو المطلوب. لذلك من روائع الشريعة الإسلامية أن أحكامها تقع في نقاط التوازن، في نقاط الوسط بين جميع المتقابلات والمتضادات. في الاعتدال في الإنفاق مطلوب، الاعتدال هناك مكالمة. نعم. دكتور سمير من البويرة، ثم نعود إلى ياسمينة من برج بوعريريج. السلام عليكم أخي الكريم.
سمير. السلام عليكم. السلام، مرحبا بك معنا في برنامج الصلح خير. سمير. اختي حبيت نسقسي الشيخ برك. نعم تفضل. سمير نقص التلفزيون باش نسمعوك من الهاتف فقط. نعم، انقطعت المكالمة. سمير إذا حاولت الاتصال نقص مباشرة للتلفزيون باش ما يكونش الصدى ونحاولوا نسمعوك من الهاتف ونحن في الانتظار. نعم دكتور. قلنا إذن ياسمين بورج بعرض. نعم، المطلوب هو الاعتدال في الإنفاق. نعم. هذا ما كان، لأنه البخل على اليتيمتين هذا أمر لا يصح. الحرمان يكفي محرومين باباهم، ما واحد ما يحرمهمش من هذه الأمور نتاع الدنيا بقدر الإمكان. نعم، ولكن الضرورية واللازمة. فالمطلوب إذن هو الاعتدال. إذن قلت ما ياسمينة كما حرز ربي ذي حرز ربي السم ميفكى ربي إن شاء الله الجهد، ميفكى ربي تزمرت، ميفكى ربي لهنا كنت تلويث ترفضوا المسؤولية تاعكم الثم قرانت ربي توجي لنا ما ساعدك لربي اليتامى يسعدوا. ولكن شميني الشحان الشحظ في اللسنت على جال ذي الفايدة نسنت زكاينة جمعض أثف انت زكايث مغرن سنت. ولكن شميني ولا قارث انت حرمض تفكان تلمست يخي قرنيث قبايليث ثقرنيث تساكيث قرنيث ثلمست قيم ذي الخالي نكون ماذا بك ثلمست وتسلمست تشرعيث وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أكيد نربي القرآن. نعم، وخير الأمور أوسطها. دكتور بقية 10 دقائق نأخذ اتصال من فرنسا من سمير. السلام عليكم أخي الكريم. عمر من فرنسا. معذرة عمر. السلام عليكم خويا. حبيت نسقسيكم بك سؤال على. نعم تفضل. باسكو حنا عندنا اللط. أرض فين؟ تسمع فيا؟ أنا نسمع فيك يا عمر. عندكم الأرض وين؟ نو باسكو اون فات عندنا اللط في البلاد. في البلاد؟ الأرض هما باسكو بون الأرض هي اونتر عمي وبابا. نعم. مي اون فات عمي وبابا مازال ما قسموش. مي نورمالمون راح يقسموا. بصح البروبليم شنو؟ حاجة أنا حبيت نعرف إذا حنا ندو عليها ذنوب ولا لا. باسكو ما مدوش لعماتهم بس اون فات تخياتهم فوالا تخياتهم. نعم. هما عندهم 7 بون كلمات الله يرحمهم مي ما داوش اون فات. نعم. عمي قالوا ما يديوش باسكو في البلاد يقول لك المراه ما تديش باسكو ما تورثش. كي تزوج تجيب راجلها وصافي هذه الصور هذه. للاسف الشديد والشريعه تقول غير ذلك. نعم. فوالا هذه واش حبيت نعرف. حبيت نعرفك حنا كي ندو ان شاء الله ندو الذنوب من عند الجهه هذيك اللي ما نعطيوهاش. نعم. ولا نورمال. هذاك واش راني خايف انا زعما. باسكو حنا ما نقدروش نمدو باسكو حنايا ماشي حنا اللي نسالو. بابا قال لنا مامو يمد. مي بابا شغل هو الصغير. نعم. بابا ما قال لنا مامو يديو. مي كوم العمي هو الكبير كاع. كيما جدي الله يرحمه ثم هو اللي استكلف الارض هذيك ثم قعد بكري كان هو مجاهد يدو. مي دوك ما باليش اين فوا صارت غير كيما عمتي بعد شويه الارض بلا ما قاتلو. نعم. بعثوها ليش 10 ملايين ما باليش. ابخي هو زعاب قال انا نريكيبيري دراهم قال ما عندكش دروا وهنا مامو انا على حسب انا مامو تدي هي. دونك هي كيما داش وبليش تبيع بعثو بالتخبيه. نعم واضح عمر. حبيت نعرف هذا حنا دوك ولا حنا ذنوب كي نديو ولا ما عندناش. هذاك واش حبيت نعرف. بارك الله فيك يا عمر لهذا الاتصال وبارك الله فيك راك تفكر في حق عماتك. بارك الله فيك يا عمر. بارك الله فيك. إذا نعود إلى المساءلة تاع ياسمين دكتور. نعم. خير الأمور أوسطها. خير الأمور أوسطها هكذا. نادية من العاصمة تنتظر الاتصال تاعك. محمد من إسبانيا اللي اتصل بنا هو من المغرب. اتصل بنا المرة اللي فاتت. شفع عليه دكتور. نعم أذكر الأخ محمد في الحلقة المرة اللي فاتت تحدث عن وحدة الأمة. أذكر. نعم. يعني جزاك الله خير الأخ محمد. كي قال محمد من إسبانيا عرفته بالله. الله يبارك ما شاء الله. هذا الفهم الراقي. هذا الفهم الراقي. نعم. والشعور بهذه الامتداد. نعم. بهذا الامتداد لأنه من روائع الشريعة أنها تنظم الحومة وتنظم الأمة من الحومة إلى الأمة. بمعنى كل حاجة عندها قيمة. الحومة عندها القيمة والعرش عنده القيمة والوطن عنده القيمة ولكن الأمة لابد أن تتجذر. لذلك ربنا قال في آية القرآن مثلا كما ذكرنا قبل حين سورة
البقرة في الآية 143 وكذلك في سورة الأنبياء وسورة المؤمنون. ربي قال في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وإن هذه أمتكم أمة واحدة، في آية أخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة، في آية وأنا ربكم فاعبدون، في آية وأنا ربكم فاتقون. يعني آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. نشكرك يا الأخ محمد أولا على اهتمامك بأمور الأمة، ثانيا على حبك الجزائر، ونحن نبادلك نفس الشعور وشعوبنا فيها الحب والوئام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإزالة الحواجز السياسية المصطنعة بين الشعوب الإسلامية، فنحن أمة واحدة ولا بد أن تجتمع عقولنا وعلومنا ومعارفنا وجهودنا من أجل تحقيق هذه الوحدة المنشودة. ونشكرك أيضا على المقولة. نعم على المقولة, بارك الله فيك. هذا المثل الصيني الرائع. والحكمة ظلة المؤمن حين ميزت بين أصحاب العقول الصغيرة وأصحاب العقول المتوسطة وأصحاب العقول الكبيرة التي تهتم بالمبادئ، وهذا الذي يصح وهذا الذي يدوم. ثم تحدث عن تصالح الدول في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة. ما نتحدثش فقط عن تصالح الأفراد الجيران أو الإخوة أو كذا، ولكن الأرقى والأكمل والأتم والأروع والأبدع أن يكون تصالح الدول الإسلامية في ظل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نبرأ من هذه الأدواء، من هذه الأمراض التي نعاني منها. نسأل الله يا أخي محمد العزيز أن يغير الله حالنا إلى أحسن حال. إلى أحسن حال. وقال أيضا دكتور النبي صلى الله عليه وسلم شخص الداء اللي يعيشه المهاجر. صحيح. سبحان صحيح. الله. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي سنته المطهرة هي الترجمة العملية المفصلة لآي القرآن الكريم. لذلك كل ما يرشدنا إلى المرض يعني يشخص الداء ويقدم الدواء. فنأخذ دائما يعني أدويتنا من صيدلة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله دكتور. إذن دكتور عمر البرنامج 4 دقائق، تفضل أنك تجاوب أبو العلاء أو والاتصال الأخير. نجاوبهم كامل إن شاء الله. أو الرسائل نجاوبهم كامل باش ما يستناوناش إن شاء الله المرة القادمة. أبو العلاء. نتعبوهم. أبو علاء. يا أخي أبو علاء، أولا نشكرك أيضا من جهتنا، واللي راهم كما قلت يعني الجميع فريق البرنامج يشكرك ويشكر جميع المشاهدين والمشاهدات. أما بالنسبة لهذا الانشغال، الجواب كالآتي. الله يبارك. قال لك الآن في قطع للرحم على مدار سنوات. قال لك هذوك ال5 إخوة هما اللي استولوا على التركة. هذا الاستيلاء حرام في شرع الله عز وجل. وقال لك أعماهم الطمع وقطعوا الرحم إلى آخره. كي وصل القضية إلى الجزاء ثم قبل الصلح، ولكن بعد ذلك حين بدأوا البراءة إلى آخره واسمح لهم، ثم رجعوا إلى كما يقولوا عادة حليمة إلى عادتها القديمة. الآن الإجابة عن سؤالك أسئلتك. حكم من كتم الشهادة، الذي كتم الشهادة شهادة الحق كالذي شهد بالزور. كيف سبحان الله. كيف في الإثم. لأن كتمان شهادة الحق أو الإدلاء بشهادة الزور المقصد واحد، هو تثبيت الباطل ودحض الحق، وهذا أمر محرم بنصوص الكتاب والسنة. باختصار يا أخي أبو علاء. السؤال الثاني، هل يحق أو حكم قطع الرحم هذا لا يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، والأحاديث في هذا الباب تترى. السؤال الآخر قال هل يحق لي مقاضاتهم؟ نعم يحق لك مقاضاتهم وليس عليك إثم. لماذا؟ لأنه أنت من أجل إحقاق الحق. ما عندك شيء بدون الوقت؟ لا عندك دقيقة دكتور. الله بنكمل حتى ننتهي إن شاء الله وربي يبارك إن شاء الله. إذا ما عندكش إثم يا أخي أبو علاء. أما النصيحة اللي بها نختم يا أخي العزيز، نقول نصحك ماشي أنت راك تخدم خدمتك الله يعينك، من ننصح الآخرين خوتك هذوك في 5 اللي قطعوا الرحم واللي طمعوا كثير، نقول لهم عودوا إلى شرع الله عز وجل، اجلسوا إلى الطاولة الواحدة. فإذا كان يجوز شرعا باش تقسموا التركة فلا يجوز باش تقسموا ما لا يقسم، لا ما لا يجوز تقسيمه، وهو رباط الأخوة.
رباط الأخوة لا يجوز تقسيمه، وصلة الرحم لا بد أن تحافظوا عليها. الجلس مع بعض في طاولة. نكمل يا أخي أبو علاء في اللقاء القادم. اسمحوا لنا لقاء آخر إن شاء الله. شكرا جزيلا للفريق التقني العامل معنا هذا المساء، للمخرج سيد أحمد بن عمر وكل الفريق التقني الذي سهر على هذا البرنامج. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.